صباح الخير. تعالوا بقى النهارده نعمل كيكة من الكيكات اللي انا بحبها قوي. كيكة الرواني او كيكة البسبوسة. كيكة عسل كده ولذيذة، ومن الكيكات اللي تحس انها عاملة نفسها بسبوسة او بسبوسة عاملة نفسها كيكة يعني. هي من ده على ده، بس فعلا جميلة وهتعتمدوها بعد كده في اي مناسبة كمان. يلا نشوف الطريقة بتاعتها عاملة ازاي. نحط كوباية من السكر، هنزل عليهم ب3 بيضات، يعني بدرجة حرارة الغرفة. اعتذر لكم عن صوتي، انا اسفه بجد، يعني صوتي راح خالص. هنحط عليهم فانيليا، ونص كوبايه من الزيت، اي زيت بقى عندنا يعني. وضروري قوي الكوبايه اللي احنا بنعاير بيها السكر هي اللي بنعاير بيها الزيت، هي اللي بنعاير بيها الدقيق، نفس الكوبايه عشان المعيار ما يختلفش معاكي. هنقلب كويس جدا كله مع بعضه لحد ما السكر يدوب. الخطوه دي مهمه لان السكر لازم ما يكونش حبيبات. لو مش هتقدروا بالمضرب اليدوي ممكن نضرب مضرب كهرباء او بنضرب في خلاط عادي خالص، كله شغال يعني، مفيش حاجة بتقول معانا لا. او انا هنا يعني حاولت ان انا اشتغل بالمضرب اليدوي فاحسن يعني. قلبنا بقى لحد ما السكر معانا داب خالص. هنبدأ ننزل ببقية المكونات. كوباية من الزبادي. الزبادي طبعا بيخلي كيكة طرية وهشة، وبيديها طراوة كده جميل. الزبادي حلو قوي في الكيكات بصراحة. هنقلب بقى لحد ما الزبادي يختلط ببقية الخليط بتاعي، يعني شغلوا العضلات شوية اهو. نقلب شوية كده، هنفضل بقى نقلب. وبعدين هننزل ببقية المكونات بتاعتي. نص كوباية من جوز الهند. الناس اللي مبتحبش جوز الهند ممكن تستبدله ممكن نكهة البرتقال. كوباية من دقيق السميد بتاع البسبوسة، وكوباية من الدقيق العادي. كيس بيكنج باودر. وهنحط آخر حاجة خالص وهو ذرة الملح. هقلب كل بقى المكونات الحلوة دي مع بعض. هنعيد تاني واحنا شغالين كده. قلنا حطينا كوباية من الدقيق السميد، كوباية من الدقيق العادي، ونص كوباية من جوز الهند، وكيس بيكنج باودر وذرة ملح. قلبنا كله بقى مع بعضه لحد ما حصلنا على خليط الكيكة زي ما انتم شايفين كده. بس كده خلاص مظبوطة معايا. هنجيب اي قالب عندنا يكون وسط، بنبطنه طبعا بدقيق وسمنة، وبنفضي الدقيق الزيادة، وبنزل بخليط الكيكة زي ما انتوا شايفين. تدخل على درجة حرارة 180. لو الفرن عندك واطي يبقى 200 أول 10 دقايق، وبعد كده بنوطي 180. تقعد 35 دقيقة تقريبا في الفرن. اهو كده خلاص جهزناها. هندخلها بقى زي ما قلنا، هندخلها على درجة حرارة 200 لو الفرن واطي عندك أول 10 دقايق، وبعد كده بوطي عليها ل180 لحد ما تستوي. أول ما بتطلع وهي سخنة بنسقيها شربات دافي. الشربات بتاعنا عبارة عن 3 كوبايات من المية وكوبايتين من السكر وعصرة ليمونة. بنسيبهم لحد ما يغلوا، وبنعدي 7 دقايق بعد الغليان وبطفي عليه. بيكون الشربات دافي معايا والكيكة سخنة، وبحطهم على بعض كده زي ما انتوا شايفين. هي بتشرب يعني بتشرب الشربات على طول. وبنقطعها بقى زي ما انتوا عايزين. انا قطعتها هنا مربعات. فعلا من الكيكات اللي تحبيها يعني. وبنزينها بقى بجوز الهند. هي اصلا كيكة جوز هند فلازم نحط لها جوز هند يعني. ده بيبقى شكل النهائي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، وقولوا لي رأيكم. وفعلا هتعجبكم جدا لو جربتوا.